فاكر لما قلت كلمة غريبة وسط الناس وسكتوا كلهم وبصولك؟ أو لما تكعبلت قدام زمايلك في المدرسة؟ الغريب أنك ممكن تكون نسيت الحاجات دي من سنين، وفجأة وانت نايم أو في المواصلات دماغك تقولك فاكر الفضيحة دي؟ يلا نفتكرها سوا. بس ليه بنفتكر مواقف قديمة محرجة، وخصوصا لما نكون مرتاحين؟ يعني ايه اللي بيخلي دماغنا تعمل كده فينا؟ تعال نحفر جوا دماغنا ونفهم. أول حاجة لازم نفهمها، دماغنا مش بتسيب حاجة. كل موقف مرينا بيه، خصوصا اللي فيه مشاعر قوية، بيتخزن في ملفات الذاكرة. بس في نوع معين من الذكريات بيحب يفضل يتنطط من غير استئذان، وهو الذكريات المحرجة. بس ليه المحرجة بالذات؟ أول سبب، المخ بيحاول يحميك. اللي بيحصل ببساطة إن مخك بيقول خد بالك ما تعملش الغلطة دي تاني. ده جزء من آلية اسمها المراقبة الذاتية، بيفكرك بأخطاء حصلت من زمان عشان ما تكررش نفس السلوك، وهو شايف انه بيخدمك، بس هو مش مدرك انك بقيت اكبر وعادي لو نسيتها. تاني سبب، وقت الراحة يساوي وقت التفكير. انت دايما بتفتكر الذكريات دي لما بتكون فاضي، صح؟ زي قبل ما تنام، او وانت سايق، او في المواصلات. ده لان المخ بيدخل في وضع اسمه التفكير الداخلي، اللي فيه بنراجع نفسنا ونفتكر مواقف قديمة. وطبعا الذكريات المحرجة بتحب تطلع تتنطط أول ما تلاقي فرصة. وبما إنك كملت لحد هنا فأكيد الموضوع شدك، فدوس لايك واشترك في القناة عشان عندنا لسه في أسئلة بتجي في دماغك هنجاوب عليها في القناة. ثالث سبب، الإحساس بالندم. أوقات كتير بنفتكر حاجة محرجة لأننا كنا بنتمنى نتصرف بشكل مختلف. الموقف نفسه مش المشكلة، المشكلة انك بتحس انك كان ممكن تبقى احسن، ودي علامة انك اتطورت فعلا. ازاي تتعامل مع الذكريات دي؟ اول ما تيجي في دماغك ذكرى محرجة افتكر انها مجرد اشارة من مخك مش اكتر. مفيش انسان ما عندوش لحظات زي دي، ولو قدرت تضحك على نفسك شوية هتقل تأثيرها عليك تماما. صدقني مفيش حد بيفكر في احراجك غيرك. الناس ناسين وانت كمان لازم تنسى. في المرة الجاية لما دماغك تقولك فاكر لما كنت في الموقف المحرج، افهم ان دي مجرد محاولة من دماغك انك تكون انسان احسن، مش دليل انك فاشل. الاحراج دي مش حاجة وحشة، دي علامة انك انسان بيحس. لو الفيديو ده خفف عنك او خلاك تقول انا مش لوحدي، يبقى دوس لايك واشترك في القناة عشان كل اسبوع هنفتح درج من ادراج دماغك وننضفه سوا.